الحقيقة اللي كان بيميز في الفترة اللي فاتت إعلامي أو حد بيطلع في قناة أو حد بيعمل برنامج إن هو كان عنده منبر بيقول صوت من خلاله. دلوقتي كل الناس عندها الصوت ده، كل الناس بتطلع تعمل فيديوهات في أي وقت. فالحقيقة يعني إيه، أنا حاسة إن الدور قل، ولكن بقى فيه منافسة شديدة شديدة في المشاهدة، وجمهورك اللي من زمان بس هو اللي بيتفرج عليك. لكن عشان تعرف تواكب كل اللي بيحصل ده، من لبس، من أكل، من نزول، من أماكن، من صعبة قوي 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 قوي. أكتر فيديوهات بتعمل ملايين هي فيديوهات الأكل. هتقولي يعني انت عامله الفيديو ده عشان تعملي مشاهده؟ لا، انا عايزه اجرب. يعني دلوقتي في ناس كل شغلانتها انها تجيب اكل وتقعد تاكل وتعمل ملايين المشاهدات. وبقى ارجع تاني واقول طب لما بيجي اليوم يعدي هم بيحسوا ان هم اضافوا ايه او عملوا ايه في حياتهم او ايه الكارير بتاعهم، او ان انا افضل اكل قدام الناس وما بيكلموش ولا كلمه على فكره. وبصوا عشان الواحد يتعلم ان هو ما يتريقش ولا ينتقد حد، انا بقى ما بتفرجش غير على فيديوهات الاكل دي. يعني لما ابقى ستريسد او متعصبه او كده، اروح فاتحه فيديو لواحده صينيه حاطه مثلا راس خروف قدامها. اول مره في حياتي اعرف ان راس الخروف العينين بتاعتها بتتاكل. بياكلوا الجلد بتاع الراس عادي، بياكلوا الدهن عادي، وتلاقي البنت قاعده رفيعه جدا وتفضل تاكل حبات توم بعديها، الظاهر عشان شرايين القلب ولا ايه. النهارده بعد ما رمضان عدى فكرت اعمل فيديو اكل، اشوف ازاي ممكن الواحد يقعد قدام الشاشه ياكل وبس. خصوصا ان انا بعد ما اكل هقول لكم ان انا خبر سعيد جدا ما بيقصش المقص، ان انا خسيت 3 كيلو او 4 كيلو في رمضان، وده كله بفضل الفريق الطبي. وليه خسيت 4 كيلو بس؟ عشان انا مش مليانه او ما عنديش شحم كفايه. مش حاجه عايزه تقطع الفسيخ. الفسيخه مش عايزه تقطع. جبت كل الاسلحه اللي في البيت يا بنتي. ايوه خلاص. الحمد لله الحمد لله. المهم ان انا بعد ما خسيت ال4 كيلو دول، يقال ان اكلة الفسيخ دي بتطلع 2-3 كيلو. فانا استأذنت الفريق الطبي ان انا اكل الفسيخة دي بكل اريحية، ثم ابتدي تاني الاسبوع ده، لان انا بثبت معاهم دلوقتي. طبعا كل الناس ما سمعتش كلامي. انا قلت كلموا الفريق الطبي في رمضان عشان تطلعوا من رمضان مش في الوضع اللي انتوا فيه دلوقتي. يعني انا متأكدة ان كل واحد فيكم دلوقتي بيعاني. اللي تخن 5 كيلو، واللي تخن 6 كيلو، واللي تخن 10 كيلو، واللي كان عامل ريجيم وتخن اللي هو خسه. قدامك بالظبط على الصيف وعلى التصيف وعلى عدم المدارية بكتير شهر. وفي الشهر ده الفريق الطبي تعهد ان هو يخسس من 10 ل 12 كيلو. على فكرة لما بطلع اتكلم عن الفريق الطبي بتكلم بمنتهى الثقة، لان عمر ما حد قال لي ان اللي انا قلته ما حصلش او اللي انا قلته ما عملش. يا سلام، بص 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 يا محب. رهيب. بس اوحش حاجه لما يبقى مصور بيصورك عينه في الاكل، دي بتبقى حاجه مش لطيفه. وانت كمان والصوت. يعني المصور والصوت عينهم في اللي انت بتاكله، فما بتبقاش عارف تعمل ايه. بس انا ريقي بيجري انا كمان. بس
بس احنا بنصور من امبارح يا جماعه وما كلناش اي حاجه، فهم دلوقتي بيتعشموا ان انا اسيب لهم بقيه الفسيخه بعد ما اكل، وانا مش هعمل كده. انا هاكلها كلها وبعدين كان الفريق الطبي اعيط. عايزه اعرف بقى الفيديوهات اللي الناس بتعملها وبتبقى يعني انا ابني لوحده بيبص لي دلوقتي عيني مجنونه ان انا باكل سمكه نيه، بس ما جبتش بصل. تيتو ممكن تقول لها تجيب اونيون؟ من غير بصل ما ينفعش. بس برافو والله. الفسيخ ده من عند شاهين، مش بعمل اعلان بس انا بحبه بصراحه، بحترمه. يعني تطلع لوحدها في فيديو تبقى تاكل كده وبص على الكاميرا كده بالظبط. فيديو 10 دقايق او ربع ساعه ولا كلمه، ما اقدرش اقلب الفيديو ولا اقدر اغيره. بصوا الفسيخه انا بحب ملحمه ازاي. انزل، لا انا بوري الناس مش بوريك انت، يعني انزل بالكاميرا. وبعدين انا عايزه بجد اكلمكم في موضوع مهم قوي، وهو موضوع ان احنا نخلي بالنا من نفسنا ده. يعني الناس كلها مثلا بتقعد تقول ايه، خلقة ربنا وكل واحد يرضى بحاله وبتاع. خلقة ربنا محدش يجي جنبها خالص خالص، ولا انا والله جيت جنب خلقة ربنا. ماشي هات انا هقشرها بس مش هغسلها، معقولة اقشر بصل على التلفزيون؟ ماشي. بصوا بقى الناس الصينيين بيعملوا ايه، يبقوا ماسكين وحاط ربنا البصله كده، تروح ايه مثلا واكله كده مثلا، تروح واخده البصله كده واكلها زي التفاحه، زي التفاحه. اهو معرفش ازاي، زي ما انا عملت كده بس صعبه قوي. المهم ان انا عايزه اكلمكم في حاجه نمنعها وانا بعملها. يعني ايه؟ عايزين نبص للاكل على انه متعه وان احنا بنستمتع بيها، بس لما تيجي الحاجه اللي بنستمتع بيها تيجي انها تضرنا لازم نوقفها. يعني انا زي ما بقول لكم، نرجع لموضوعنا، مش حد يغير في خلقه ربنا، كل واحد يرضى بحاله بشكله، اسمر يرضى، ابيض يرضى. لكن لو وشك باظ من خسيتي ورفعتي كتير، لو جسمك باظ من انك اكلتي كتير، كل ده لازم يتصلح باي طريقه ما. انا حظي وحش ان انا يعني اتشوهت لاني اخترت غلط، لكن هو حلو ان الواحد يعيش جميل وصغير بخلقه ربنا. النهارده انا عايزه كل الناس تعرف ان انت لو ما حبيتيش نفسك محدش هيحبك، وده كلام مش انشا على فكره. لو انت ما خليتيش بالك، اعتبرتي ان كل حته فيكي او كل حته فيك بتاعتك وبتحبها، بتحب دراعك، بتحب بشرتك، بتحب شكلك، اكيد الكبد بتاعك متأذي ان عليه دهون، اكيد قلبك مش مبسوط وهو بيضخ دم بطريقه سريعه جدا 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 عشان يبقى ماشي مع حجمك، اكيد شرايينك مش مبسوطه وهي مترسب عليها كميه دهون رهيبه، اكيد جسمك زعلان منك غير شكلك او شكلك. ليه؟ انا عايزه اعرف ليه يبقى عندنا فرصه ان احنا نعيش حياتنا شكلنا حلو وبنلبس وبنروح وبنيجي وبناكل برضو. الميزه في الفريق الطبي انك بتاكل، ما بيقولكش كل فراخ مشويه وسلطه، ما بيقولكش كل زبادي، لا بينظم لك اكلك وبتاكل كل حاجه. يعني تقدر تتعزم تاكل، تقدر تخرج تاكل، تقدر تاكل فسيخ، تقدر تاكل شوكولاته، تقدر تاكل كل حاجه. وبعد ما بتخلص الرجيم مع الفريق الطبي بتثبت، وبعد ما بتثبت في ناس بتقعد 4 سنين و5 سنين ما بترجعش تاني، زي ما انا بقالي سنتين كده. ايه بيقول ايه؟ لسه مع الشوكولاته. تفاح.
عايزه اطول في الكلام لان انا اول ما اخلص التصوير هما هيهجموا على الفسيخه، فانا مش هبطل كلام، ومش هبطل الكلام غير لما اقنعكم بجد انكم تكلموا الفريق الطبي وفورا. العيد خلص، مع ان على فكره لو كنتوا سمعتوا كلامي وكلمتوهم في رمضان وفي العيد كنتوا هتاكلوا كل اللي انتوا عايزينه في رمضان، كنتوا هتروحوا تجيبوا احلى لبس في العيد، وكان زمانكم دلوقتي مرتاحين ومخلصين رجيم. لكن لسه قدامنا شهر، لسه قدامنا شهر على المصايف والحر اللي بجد والتعب اللي بجد. وتقدر تكلم الفريق الطبي دلوقتي حالا تقول له من فضلك انا عايز ابدا حياه جديده. فيها ايه لما نقعد كده مع بعض نقرر دلوقتي ان احنا نحب نفسنا قوي ونبقى انيين قوي؟ لا، ده انا لازم ابقى رفيعه قوي، ولازم ابقى حلوه قوي، ولازم ابقى بلبس احلى لبس، وباكل احلى اكل، وصحتي احلى صحه. ليه الواحد ما يعملش كده؟ ليه الواحد يبقى سايبها كده بهرجله؟ يا عم هو في حد ده اي كلام؟ يا عم ده كلام اعلانات يا عم. طب ما تجرب، جرب وشوف الناس الكتيره اللي بتطلع معانا اللي حياتها اتغيرت، اللي هتشوفها بعد شويه. ناس كتير حياتها اتغيرت، ناس كتير كميه الانبساط والسعاده اللي في وشهم غير طبيعيه. ليه بتبخلوا على نفسكم بالانبساط؟ ليه بتبخلوا على نفسكم انكم تبقوا عايشين بجد؟ لان انا لما بقابل الناس اللي مليانه بتقولي انها مش عايشه. عايزه اقول لكم حاجه، مش عارفه اقول لكم عشان كبيره قوي. متخيله بقى ان انا اقعد تلت ساعه ما اتكلمش كده في حد هيتفرج عليا؟ شغلانه حلوه قوي ان الواحد يصحى من النوم ياكل قدام الناس وخلاص. دي الشغلانه. عايزه اقول لكم حاجه، فيها ايه لو جربت وكلمت الفريق الطبي دلوقتي اللي نمره موجوده على الشاشه، اللي انا ما برضاش اعلن عن حاجه غيره لانه فعلا طريقه سحريه ان الواحد يبتدي حياته من جديد. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما ناخد قرار من النهارده انا حياتي هتتغير، انا هبقى احسن وهبقى اجمل وهبقى اخف وهلبس وهروح وهاجي وعايزه اي احسن حاجه في كل حاجه. مين قال ان اللي عايز احسن حاجه في كل حاجه يبقى مش رضا؟ في فرق يا جماعه ان انا يبقى في عيب في صحتي او في شخصيتي او في حياتي او وابقى عايزه اغيره وابقى بالاحسن، وفرق اني اتبطر دي يعني اقعد زعلانه ومكتئبه وايه ده يا رب ولاشمعنى ده عنده واشمعنى ده عنده، ده التبطر. لكن فكره ان انا عايزه ابقى احلى او ابقى احسن او اصلح حاجه عندي، ده مش عدم رضا خالص، ده طموح. بعد ما اكل اكله حلوه زي دي هنبسط، بس لو عدتها تاني وتالت ورابع مش هنبسط لاني هاجي البس مش هلبس، هاجي اخرج مش هعرف اخرج، هاجي اكلم ناس مش هعرف اكلم ناس، هاجي اشتغل مش هعرف اطلع على الهوا اشتغل. في بتشوفوا على السوشيال ميديا يوميات ام جنى، انا بحبها جدا بس هي ما بتحبنيش، مش مهم يعني. ام جنى كانت مليانه قوي، وبعدين عملت فيديوهات اكل كتير قوي، كانت بتحط مكرونه كتير قدامها ولحمه وبتاع وتقعد تاكلهم، نجحت جدا وعملت ملايين على صفحتها وعملت ربح كويس قوي ما شاء الله، ربنا يزيدها. يمكن ده عشان بتبتدي دايما فيديوهاتها بالصلاه على النبي سيدنا محمد. وبعدين فجاه سمعت انها عملت تكميم، قلت غريبه قوي، الست دي هتبقى رفيعه ومش هتقدر تاكل، ازاي هتكمل فيديوهات؟ حيتها جدا ساعتها انها ما همهاش، كان عندها طموح انها
زي ما اتشهرت وعملت صفحه وعملت كونتنت وعملت محتوى وعملت طبعا فلوس وعملت، عايز تبقى احلى، عايز تبقى صحتها احسن، راحت عملت التكميم وخست، ابتدت تكبر في المحتوى، ابتدت تخلي ولادها ياكلوا معاها، جوزها ياكل معاها، ابتدت توري الناس حاجات تانية، ما بقتش تعتمد على انها هي اللي تقعد تاكل. انبسطت قوي 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 من هذا القرار، وانبسطت جدا جدا ان هي ولا همها اي حاجه وقررت انها تعمل التكميم، مع ان لو كانت مشيت مع الفريق الطبي ما كانتش هتحتاج التكميم ده بجد. وبقول لك وهي مجنة لو مشيتي مع الفريق الطبي مش هتحتاجي التكميم، لان الفريق الطبي عمل نتائج احسن من التكميم، 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو. انت عملتي التكميم من سنه، التكميم باظ دلوقتي ورجعتي تتخني تاني، لكن دلوقتي اللي كانوا فريق الطبي معاه من سنه وخسوا 40 كيلو 50 كيلو على نفس وزنهم دلوقتي. ليه؟ ايه الفرق؟ فرق ان لما موجانا راحت عملت التكميم الدكتور صغر لها معدتها، وابتدت هي بفيديوهات الاكل تاكل معلقه مكرونه من هنا، حته فراخ من هنا، مش عارفه عيش بجبنه من هنا، ابتدت المعده تكبر وابتدت العمليه تبوظ. لكن الفريق الطبي بيعمل ايه؟ الفريق الطبي بيعمل عمليه تكميم هنا في المخ، بيخلي المخ خلاص يدي اشارات للجسم كلها ان انا بشبع عند الحد ده، هي دي الكميه اللي انا هاخدها كل يوم، والجسم بياخد على كده والعقل بياخد على كده. فبعد كده انت ما بتاكلش وما بتبوظش الرجيم. ويمكن لما تكلم الفريق الطبي هيشرح لك اكتر اللي انا بقوله ده، انها مش فكره انه بيصغر معدتك، لا، هو بيعود جسمك على نظام معين هتفضل ماشي عليه طول حياتك، حتى لو حاولت تغيره مش هتعرف تغيره. كلموا الفريق الطبي، لان فعلا 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 فكره ان الواحد يبقى عنده فرصه انه يعيش ويعيش كويس ويعيش بصحه حاجه لطيفه جدا. يعني انا اهو خسيت وباكل، انا اكلت رغيف لوحدي، ده التاني، والمصور عايز تاكل؟ عايز تاكل؟ قول قول، سمعنا صوتك. عايز تاكل؟ عادي ولا عادي ولا اي حاجه؟ لا مش كريمه خالص، في الفسيخ مش كريمه خالص. زكي بيقول لك تعمل كريمه، ولا كريمه ولا اعرفك خالص. سلام. وابني واقف سادد مناخيره. معلش يا ابني، مش حلو؟ ها؟ شفتوا فعلا يعني لو اتفقت الاذواق لبرت السلع. شوفوا هما واقف سادد مناخيره وانا قاعده بتغزل. بص بقى، بص الحته، يقول لك ايه، نقي لي حته روز بامبا. شايف انت الحته البامبا دي؟ شايفها؟ جباره. عارفين بعد ما اكل كده ولا هعمل اي مجهود وانا ماشي مع الفريق الطبي ان انا امنع نفسي ان انا اكل حاجه، يعني ممكن خلاص تبقى دي اخر حاجه في اليوم. قدرت اكل، ما قمتش مثلا رجعت، اكلت كل اللي نفسي فيه، بس عقلي رافض الفكره خلاص، مش هاكل تاني. والله انا نفسي مره اطلع اعمل لكم فيديو ربع ساعه اكل من غير ما اتكلم، بس هضحك وانا شبعت. تعالوا نبتدي رجيم مع بعض من النهارده بجد، كلنا نكلم الفريق الطبي، نمشي معاه شهر، نخس 12 كيلو، ننزل اول شهر 6 نجيب هدوم، واي هدوم بقى هتنفع، ولا لازم تبقى هدوم غاليه، ولا لازم تبقى هدوم مستورده، ولا لازم تبقى اي تيشيرت واي بنطلون جينز او اي حاجه هتبقى حلوه عليكي او عليك. لان فعلا والله العظيم الكلمه اللي دايما بركز عليها قوي، القالب غالب. فعلا القالب غالب، وفعلا لبس البوصه تبقى عروسه. فتخيلي ان انت القالب مش غالب وبرده البوصه مش عارفه تلبس،
لو قلنا ان في حد اسمه بوصه، مفيش حد، مع ان مفيش حاجه اسمها بوصه، كل خلقه ربنا جميله وكل الناس شكلها حلو، لكن دي امثالنا يعني. لكن فعلا لما القالب بيبقى حلو وبتلبسي كويس، على فكره نص اكتئابك بيروح، مظهرك. يعني انا دلوقتي ليه الاكتئاب؟ مش قادره ابص في المرايه، يعني احنا حاطين رينج لايت نوري مش عارفه ايه العينين العفاريتي اللي انا فيها دي مش عارفه اعيش بيها. لكن كل اللي انا بقوله بطلبه بجد، جربوا، بس جربوا انكم تعيشوا، وجربوا على ان مفيش حد يجي يوزكوا يقول لا لا يا عم مصاريف. لا، صرفت قد ايه اكل، صرفت قد ايه خروج، صرفت قد ايه لبس متضايق ومزنوق فيه ومش عاجبك، صرفت قد ايه. طب فيها ايه لما شهر واحد نجرب ونبقى ناس تانية خالص خالص. هستناكم الاسبوع الجاي تكلموني تقولوا لي انا هطلع اتوزن، شوف انا خسيت كام. هتقولي لسه عايزه تفضلي تخسي؟ انا بثبت بس لسه عايزه افضل اخس. انا دلوقتي 63 كيلو، عايزه ابقى 58، 5 كيلو. ايه الشياكه دي؟ اولا حلو، عروسه داخله عليا، شكرا، فستان فرح. ده المفروض انه احتفال بالخسيه ولا ايه؟ اكيد طبعا. وليه؟ انت عارفه بحس اي حد يجي يقعد قدامي بيبقى لابس حلو قوي قوي، اقول من كتر ما كان محروم انه ما بيلبسش. طبعا هو كلامك بالظبط مظبوط، صح، لان انا أيوه. لما كنت مليانه كان نفسي البس حاجات كتير قوي قوي وما كنتش بعرف، ما كناش بنعرف نلبسها. فلما خسيت انطلقت بقى، عارفه اي حاجه بقى بتبص لها تلاقيها تعجبك، خلاص هي حاسه ان هي جايه عليك. انا متهيألي ان لو واحد مليان لا يمكن يلبس ابيض مثلا، اكيد طبعا، لازم الاسود اسود اسود على طول. يعني العزل اللي ما بيخلصش ده. هي العبايه والطرحه ما بتتغيرش. صح. دلوقتي طبعا بتخشي اي حته وانت ماشيه تلاقي الحاجات، بصي تلاقيها هي عليكي. يعني على فكره ده احساس محدش عارف قد ايه ممتع. لا، ان انت تختاري الحاجه فتلاقيها مقاسك دي. هو الخسيه بتديكي احساس بالحياه. انا قلت كده والله، صدقونيش. لا 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 لا، بتديكي احساس جميل 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 جميل. يعني قولي لي بقى انت احساسك قبل كان ايه وبعد كان ايه؟ قبل يعني شفتي الاوضه اللي مثلا الواحده اللي قاعده في اوضه ضلمه، مش عارفه تطلع، مش عارفه تمشي، حاسه ان الناس كلها بتقول ده تخينه، ده مش كويسه، ده بس انا مش عارفه ليه حاسه من وشك ومن كده انك قليله. انت كنت تخينه قد ايه؟ انا كنت 118 ونص. ياه. ايوه. ده ايه بقى، من الخلفه ولا من ايه ولا من اي حاجه، هي كده كده. لان انا اساسا من وانا صغيره وانت مليان؟ لا، وانا رفيعه. وانا صغيره وانا رفيعه. تخنتي امتى بقى؟ شويه مشاكل كده وبتاع، وانا من عادتي يعني ايه، مشاكل بتجيلي باكل. كلنا باكل 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 باكل. وكان حصل عندي مشكله كده وبتاع، وقعدت بتاع يجي 5 سنين ما اطلعش من البيت. ياه، فما بتتحركيش خالص. اكل وانام اكل وانام، مفيش اكتر من كده. زدت بقى، زدت جامد، فطبعا اكتئبتي اكتر. وعملت رجيم عند ناس كتير جدا. ولا اي حاجه، مفيش، ولا الهوا. خسيتي ورجعتي تخنتي ولا ما خسيتيش اصلا؟ خسيت وصلت ل 75 كيلو. ورجعتي تاني؟ ورجعت تاني لان مفيش حاجه اسمها تثبيت. ما لقيتش حاجه اسمها تثبيت. اضطريت ان انا ارجع تاني. حلو. اول اسبوع مع الفريق الطبي خسيتي قد ايه؟ انا جيت 15 يوم، اول 15 يوم خسيت فيهم 9 كيلو. ده رقم رهيب. ايوه، يعني ده رقم يخض. مع اي حد تاني كنا نقعد 10 ايام ونروح كيلو، نص كيلو، 2 كيلو. ما كانوش يعني 2، هو في الرينج ده كده 9. انما مع الدكتوره صفا 9. طب واكيد انت انبسطتي جدا صح؟ اكيد. لا، ورقم 9 ده خداني امل ان انا اكمل واكمل واكمل. طب دلوقتي لو في حد بيشوفنا في التلفزيون يقول لك ايه، دي ريهام جايبه واحده بتقول اي كلام، يعني ان مثلا احنا قلنا لك بره انت كنت تخينه وخسيتي وجايبين لك صوره وضاربينها وقايلين لك تقولي اي كلام. وبعدين انا اول مره اصلا يعني اطلع تلفزيون
واول مره اشوف حضرتك. لا واكيد ان قرايب، انا اشوف حضرتك واكيد قرايبك وناسك عارفين انك كنت مليانه. اكيد طبعا الناس بحالها، اساسا الناس قرايبنا لما بيشوفونا دلوقتي ما بيعرفونيش. في ناس طبعا لما بتخس بتبقى مش معروفه، ما بيعرفونيش. مش ديت اللي كانت كده او كده. طب خسيتي بعد يعني كله بقى كام؟ كله 30 كيلو. ياه. ايوه. في قد ايه؟ في 4 شهور. هي الارقام دي بجد ولا بتضحكوا علينا ولا ايوه إيه؟ انا عندي اراده ان انا ابقى كده. 30 كيلو في 4 شهور؟ أيوة. انا عندي اراده ان انا ابقى كده. عايزه ابقى رفيعه في عين ولادي، في عين جوزي، في عين نفسي. يعني برافو، انا كده. برافو عليكي طبعا. لكن انا بنبسط قوي 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 ان في حل غير العمليات بيخسس 30 و40 كيلو. ده انت لسه ما خلصتيش صح ولا؟ لا انا كده خلصت خلاص مش عايزه تنزلي عن كده. بقالي 4 ايام بالظبط ماشيه في التثبيت. مش عايزه تنزلي عن كده؟ لا انا شايفه ان انا كده ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، انا كده مظبوطه. انت جوزك بقى قال لك ايه على الخسيه دي؟ مبسوط طبعا. والله؟ ايوه طبعا. لابسط شيء خالص ان انا بقيت اقدر اخدم عيالي. انا ما كنتش بقدر. كنت الاول مش قادره؟ لا. كان جسمي تقيل. اجي اقعد، اجي من شغلي اقعد. مش قادره اعمل اكل، مش قادره اقوم اراعي اولادي، مش قادره. طب وايه الحاجات اللي انت كان نفسك تعمليها قبل ما تخسي وعملتيها دلوقتي كنتيش بتعرفي تعمليها وانت مليانه؟ كل حاجه حضرتك تتخيليها. في حاجات كتير كنت محرومه منها؟ كل حاجه، لبس، منظر، خروج، فسح، اقبال على الحياه عموما. صح؟ بتعيشي بقى. بتعيشي. ايوه بتعيشي. يعني الناس المليانه دي مش عايشه. طيب مش انا اللي بقول اهو. لا 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 مش عايشه. انا بقول على الهوا. مش عايشه. يعني انت ما كنتيش عايشه؟ لا انا ما كنتش عايشه. والفريق الطبي خلاكي عايشه؟ اكيد طبعا. بعد ربنا طبعا. بعد ربنا طبعا. انت عارفه ان ربنا، انا بحس ان ربنا بجد لما موضوع التخن ده بيروح ان هو بيرفع البلاء وبيديكي قدره، بيديكي أيوة قوه ان انت تقدري تكملي. أيوة. يعني اما ينزل من جسمك 20 كيلو دهون صافي، انا منزله 20 كيلو صافي، ده كله كان انسان تاني في جسمي. اكيد عبء رهيب. ودكتور صفا ممتازه فوق الخيال. لطيفه، يعني لطيفه بقى زي ما بتطلع معانا في التلفزيون كده، ولا بيعملوا حاجه قدامي ولا حاجه ثانيه؟ لا ممتازه. لا يعني ممكن تكلمك بسخافه مره تقولك ما عنديش وقت مثلا؟ لا ما فيش الكلام ده. ما فيش. تهزر معانا وبتتكلم معانا ونفسك تاخدي فري يوم، لا خليه 2. نفسي في شوكولاته، لا كل 2. عايزه تاكلي ايه؟ انت عارفه نفسك فيه كلي. انا بحس ان انت يعني انا متهيألي انك انجزتي حكايه ال 30 كيلو دي عشان ما اتحرمتيش قوي من الاكل برضه، ما زهقتيش. لا ما زهقتش وما انحرمتش. بس برضه الكميات اللي كنتي بتاكليها طبعا قلت جدا. ودلوقتي ما فيش خالص. يعني انا بعمل تثبيت دلوقتي. قالت لي اعملي لي التثبيت ده وامشي عليه واقعدي مع اولادك على سفرتك وكلي. كل ما ينحط كليه. بقعد اكل بس ما باكلش الكميه اللي باكلها. وما تخنتيش؟ وما زدتش. اصل انا عايزه اقول لك، هتقولي طب 4 ايام يعني تلحق تتخن؟ ايوه انا كنت ساعات ابطل رجيم وتاني يوم اتخن. أيوة. اطلع 2 كيلو على الميزان عادي. حصلت معايا كده. وقبل كده برضو جسمي وقف خالص. ما ده وقف، لا راضي يتخن ولا راضي يزيد ولا راضي. هم اتصرفوا بقى في الموضوع ده. هي الدكتوره مديانا تعليمات. بايه؟ بان انت اما جسمك يقف كده كلي جاتوهيه بقى، كلي كل حاجه، تورتايه بتاع اي حاجه مسكره. ما جاتش اول يوم كلي، كمان يوم وتاني يوم خدي. ما هي الحاجه اللي بتيجي اللي هي بنقف فيها دي اسمها بلاتو. لما الجسم بياخد على الرجيم اللي انت عامله او الطريقه اللي بتخس بيها بيقف، بس بيحرم بقى، بيبقى ذكي، بيخزن الدهون وبيرفض انك تنزل. يقول لك ايه ده بياخد المخزون بتاعي. انا بس ببقى مبسوطه قوي. يعني احنا كده بنتكلم حوار عادي، لكن احنا لو ترجمناه وحد من اللي بيتفرج علينا صدق بجد او شاف يعني ايه واحده تخس 30 كيلو، ده انجاز رهيب. اكيد. وحياه جديده. انا نفسي مش مصدقه. وبني ادمه جديده.
يعني اكيد انت بني ادمه روحك حاجه تانية. وكل ما حد مثلا من قرايبك او من جيرانك او كده يشوفك، انت كنت كده، ده انت ما كنتش كده، ده انت من جواكي بتبقي مبسوطه. يعني ده اعلان تلفزيون؟ لا، انا مش طالعه عشان اعمل اعلان، طالعه تديهم حقه. انا طالعه اشكر الدكتوره صفا ان هي خلتني بالمنظر ده. لا حرمتني ولا منعتني ولا اي حاجه. اصل انا بقول لهم ايوه هو اعلان، لكن انا لو في حد بره الكاميرا اقسم بالله وحياه ولادي جه قال لي الفريق الطبي ده عمل لي حاجه وحشه او ما خسسنيش او هتوقف عن الاعلان ده. انا الموضوع ده بسطني عشان انا حاسه ان انا بخدم بيه ناس كتير قوي، ان انا بدلهم على ناس فعلا تخسسهم. وانا بشجع عشان الناس كده انتوا اللي عندنا. بتدوني الثقه دي بكلامكم ده. اكيد طبعا. يعني ببقى مبسوطه قوي قوي لما تجيلي بفستان ابيض زي كده. أيوة. وانا ببقى متخيله ان كنت مليانه ومش قادره تمشي ولابسه عبايه سودا أيوة. بحس ان الدنيا انا اختلفت. حياتي كلها كانت عبايه سمراء وطرحه سمراء، عبايه سمراء وطرحه سمراء. تنزلي اي محل تشتري تقول لك روحي فصلي، دي لوحدها صدمه. ايوه طبعا. دلوقتي تخشي اي محل تلبسي اي عبايه على الملكان، انك بتحسي انك بني ادمه مش عاديه لما انت تقولي بتروحي تقفي تكلمي فصلي. نفسك قدام المرايه تقولي ربنا لسه موجود يا جماعه للانجاز اللي حصل فيا ده. أيوة. ده ربنا الاول وبعد الدكتوره صفا. وبعدين مده قليله قوي متهيألي 3 شهور، 4 شهور، 4 شهور. ده قليل قوي. 4 شهور قليل قوي ان انا اتخلص من 30 كيلو. يعني تخيل ان انت يبقى بقالك كتير قوي 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 مليان، وبعدين تيجي في شهر 2 3 تتخلص من الابتلاء ده. 32 سنه، انا عندي 32 سنه. انت اكيد بتباني اكبر. اللي كان بيشوفني كان بيدينا 40 سنه. طب الحمد لله صغرنا وحلوينا ولبسنا فستان فرح ابيض الحمد لله. وبتثبتي دلوقتي اكيد. وبعد ما بطلت ما تخنتش، ودي لا. اهم حاجه. ما تخنتش وبثبت، وكل شهر بروح مره يغير التثبيت لتثبيت اقوى. لا انا مبسوطه قوي، مبسوطه ان حتى انها بتبقى نهايه الحكايه، مش طريقه تخسي بيها وبعدين بعد اسبوعين 3 تلاقي نفسك بترجعي. لا خلاص بتفضلي رفيعه طول حياتك. أكيد. فده انجاز طبعا. الله اكبر ما شاء الله. ومبروك. الله يبارك. بشكرك. قولي بقى حضرتك شكل، يعني مش عارفه، مش حاسه انك كنت مليان. كنت مليان قوي قوي؟ بجد؟ والله. هو انتوا بتجيبوا صور مفبركينها ولا دي صور؟ لا والله صورنا والله. والله والله صوري. هم اللي والله العظيم صوري. كتير بتدخل تقول لي ده اعلان، لا ده مش عارفه ايه. صوري والله. انا بقالي سنه و3 شهور ببقى مبسوطه قوي قوي بنتائج الفريق الطبي. يعني المدام اللي قبل حضرتك قالت لي 36 كيلو، تدخل لي حد يقول لي 45 كيلو، انا بنبسط لان دي نتائج ما بتجيش غير عن طريق عمليات جراحيه. فانكم تعملوا ده من غير ما تخشوا اوضه عمليات ده حاجه اعجاز. يعني قولي بقى كنت كام كيلو؟ انا اصلا كنت 95 كيلو. 95. ودلوقتي كام؟ 80. 15 كيلو. طب ده في قد ايه؟ في شهر. لا في شهر والله يا دكتور. 15 كيلو في شهر؟ ده انت تلاقيك مبسوط قوي. الحمد لله. انا اصلا كان السكر عندي عالي. كان فوق 300. ايه ده كان موت يعني. كنت بموت فيه. انا اصلا كنت ده اللي خلاك اصلا تقبل على اللي اتصلت بالفريق الطبي. وقلت لهم ان انا عندي سكر فوق قلت لهم عندي سكر وعندي ضغط. عملت لهم تحاليل وكله وقلتها لهم. طب اخبار السكر ايه دلوقتي؟ ما فيش سكر نهائي. لا والله خالص. يعني بقى كام؟ ما فيش سكر نهائي خالص. انا كل مره الدكتور عشان اكشف موضوع بطني، كان بطني تعباني، كان عندي قولون. الدكتور اللي ما عندكش السكر، كله يقول لي انت ما عندكش السكر. خلاص بقى نورمال يعني بقى طبيعي عادي. كان السكر عندك فوق ال 300. وبعد ما رحت الفريق الطبي نزلت منه. طب على فكره ده انجاز. انت عارف السكر ده انا كنت تعبان منه. السكر ده والله زيه زي السرطان بالظبط. السكر ده بيضيع العينين من اكتر ما ضيع عينيه وضيع عينيه وكله بيضعف النظر. وجالي كمان هنا في زوري تعب بسبب السكر. السنان بتقع. العظم بيحصل له هشاشه. يعني لا ده الحمد لله ان ربنا عافاك، لانك لو كنت بقى كملت بيبهدل بهدله رهيبه. وبيموت في الاخر. تعبني اكتر.
بس الحمد في لله المية، في ربنا كله. نجاك يعني. الحمد لله. انا سعيده بيك جدا. 15 كيلو في شهر، انت طب كنت متخيل كده؟ انا وانت كنتش متخيل والله. وانت بتكلمهم كنت لا ما متخيل كنتش كده؟ متخيل والله ان انا انزل كده. كان من املك التعب. كان كنت املك عامل يعني حاجات بسيطه، يعني كان املك كام كيلو في الشهر مثلا؟ يعني 4 3 صح، 4 غير 3. كده. فنزلت 15. اه طب هدومك اختلفت؟ دول اختلفت جامد في اللبس. يعني انا وسع كنت اصلا كنت بلبس البروفال ده، ما كنتش عارف البسه. تتزنق فيه. اه ها. طب واللي بيشوفك بي بي ايه الارض بقى، بي والله الارض يا استاذه بصح. يعني بيقولوا قروا لك- عليا، بيقروا. انت خسيت وانت عملت وانت بتاكل اكل حلو. ها. ده قرايبك بقى واصحابك وكده؟ لا مش صحابي، خوات مراتي. بيقروا عليك. طب ما تخسوا. طب ما قلت لهم يخس. خس. لا يعني مش عايزين اللي يدفعوا. اللي يقر يخس. مش عايزين يدفعوا. بس على فكرة المصاريف اللي انت بتدفعها للفريق الطبي لا تقارن بمصاريف مثلا عملية جراحية. لأنها دلوقتي مش عارفة فوق 120,000 جنيه 130,000 جنيه. فإنك تنزل 15 كيلو في شهر وانت ما فتحتش بطنك وما دخلتش أوضة عمليات والسكر راح من عندك، السكر راح من عندك، ده إنجاز فظيع. راح خالص. اه كل ما اروح الدكتور بره لا السكر راح خالص انا مبسوطه جدا جدا ان الوعي بتاع الناس وصل، انهم عارفين دلوقتي ان التخن ده مش شكل. ان انا هروح اخف من السكر ومن الضغط ومن التهاب المفاصل ومن ركبي انا حاسه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 54. طب كويس يعني، لسه قدامك وقت طويل قوي بقى ان انت ان شاء الله تخس. ومتجوز طبعا؟ وعندك اولاد؟ لا انا عندي بنت متكفله. طيب ومراتك مليانه؟ مش مليانه قوي يعني عايزه تخس ولا لا؟ هي كانت عايزه تخس قبل كده، بس تقولي بس جرب انت الاول. ودلوقتي بقى بتحسدك ولا ايه؟ الحمد لله. لا مش هي بتحسدنيش والله. هي بس مفيش غير اخوات مراتها، بس كل واحد من مراته يحسدوني انا التخسيس. بيقولوا لك ايه؟ يقولوا لي لا انت خسيت، انت تاكل اكل حلو. طب انا باكل اكل حلو فين؟ فانت خايف من الحسد. والعيال بيخاف. طبعا 15 أصلاً بصراحه يعني 15 كيلو في شهر دي تتحسد. انا تعبت بسبب المشوار ده والله. طب ما انت كده جت الرئتين اصلا تعبوني بسبب التخسيس، بسبب بتاع ديت الارض اللي على الواحد. طيب يعني ان شاء الله باذن الله هتخس كمان ولا؟ ان شاء الله. قد ايه؟ عايز اكتر من كده كمان. قد ايه يعني؟ يعني بتاع لحد نفس ال60 كده. انا مش حاسه انك مليان دلوقتي. بس شويه. شويه الحمد لله. احسن ما كنت الاول مليان على الاخر، كنتش عارف امشي. يعني انت بقالك مليان كام سنه؟ من صغري. من صغرك؟ يعني هو فضل من صغره لغايه 54 مليان. وتخلص من السمنه في شهر. صح؟ 30 يوم بس. يا بلاش. الحمد لله. بشكرك. بقى شكلك ما كانش مليان. لا كنت مليانه والله. قد ايه؟ انا كنت 125 كيلو. 125؟ لا مش باين عليكي خالص. لا ما انا بقيت 64 ونص. ازاي؟ زي الناس. 125؟ الناس هتقول ان احنا بنضحك عليهم يا جماعه. لا والله مش بضحك عليهم. 125 بقيتي 64؟ يعني قرب 60 كيلو؟ 64 كيلو ونص بالظبط. خسيتي 64 لا انا كيلو؟ خسيت يعني الحدود دي. انت بتقولي 125 و64 يعني 60 كيلو. ما كنتش بعرف اقعد على الكرسي زي ده كده. 60 كيلو ده كتير قوي. ما هو انا بقى اراده. اراده. ده على قد ايه وقت؟ ده على ايه 3 اشهر 4 اشهر. بجد؟ والله. يعني 15 كيلو في الشهر؟ عشان انا كنت يعني كنت باكل. وبعد كده بصيت لقيت كنت مخليه بالك في الاكل. طبعا ده اهم حاجه عندي. ايه بقى من واحده 125 كيلو يعني بتحب الاكل وملخبطه الدنيا؟ ده محشي بقى وسمنه وعسل وقشطه وبسبوسه بالقشطه. عايشه اكيد. 125 كيلو ده عايشه. قعدتي قد ايه 125 كيلو؟ يعني قعدتي قد ايه مليانه؟ مثلا حوالي مثلا قولي 5-6 اشهر. لا يعني قصدي انت مليانه من عمرك قد ايه وقت؟ من عمري 35 سنه. انت عندك كام سنه؟ 57 سنه. 57 مش باين عليكي خالص على فكره. برافو عليكي. 57. 35 سنه ل 57 يعني حوالي 22 سنه.
22 بتخن سنة. بقى فيهم كده 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 لغاية ما بقيت وبيتراكم بقى التخن. اه ما هو ده اللي انا دايما اقوله، ان الناس تقول لك ايه، ما هو انا 80 كيلو، ما انا 90 كيلو، انا ما بتسيب تعدتش نفسها. ال 100. وهو كل سنه انت بتزيد بتزيدي 5 كيلو بتزيدي 10 كيلو كمان و20 كيلو. اه يعني من سن 35 لسن 57 فضلتي مليانه. اه ايه اللي خلاكي بقى 35 ده احلى سن، اه شابه يعني اه خلاص؟ ايه اللي يخليكي تسكتي 35 و40 و45 و50 و57 وتقرري بقى في 57 دي؟ قررت اني كنت خلاص تقلت بقى، مش قادره امشي. ببص الاقي ناس بتقول لي بصوا ماشيه عامله ازاي، بتعمل مربعه زي الكرسي. مش قادره امشي، مش قادره امشي خالص، ما كنتش قادره امشي خالص. ولما اتحرك على السرير كده بحس ان انا مش قادره اتحرك، تقيله. خلاص وصلتي ان انت مش عارفه وصلت بقى تتحركي. خلاص ان انا تعبت جدا جدا، مش قادره. ويوم ما كلمتي الفريق الطبي كان القرار جه منين؟ القرار جه من كتر الناس اللي مضايقاني وولادي. بنتي مش قادره تمشي، تحركي تخرجي تعملي. قررت بقى ان انا شفتهم، قررت طبعا لازم انزل. طب ولما شفتي اعلان في التلفزيون ما حسيتيش ليه انه كلام اعلانات؟ قلت اجرب. قلتي تجربي؟ اجرب، الحقيقه تجارب، قلت اجرب. واول اسبوع بقى لما جربتي خسيتي قد ايه؟ خسيت حوالي 5 6 كيلو. طب ده برافو. مع اكيد ما صدقتيش نفسك. طبعا كنت فرحانه جدا. وكنت بشكرهم جدا بصراحه. واستمريت. طب انا دلوقتي لو حد بيشوفنا هيقول لك مفيش حد بيخس 60 كيلو وده اي كلام، وده كلام اعلانات وحاجات كده وبتاع، ودي مذيعه لازم تعمل اعلان فبتطلع تجيب الناس لا تقول ازاي خسينا. اي كلام طبعا. لا طبعا. انت عارفه فكره ان انت تخسي 60 كيلو ده، انت عملتي حياه جديده لنفسك. دكتور بصي حضرتك، لو اقول لك على حاجه، انا في يوم واحد يومين انا خسيت 2 كيلو بالظبط والله. طب انت بمشي بطريقه رهيبه. طب انت بجد عشان يبقى كلامنا مش مكرر، مش حاسه ان انت بني ادمه تانية خالص؟ طبعا انا ما كنتش بعرف البس. يعني لابسه جينز وجاكيت. طبعا بقيت اعرف البس. الاول كنت بعرف البس اصلا، كل لبسي عبايه ما هجيب لبسي من المقاس ده كله منين؟ كنت لابسه عبايه الاول. ودلوقتي جينز وجاكيت طب ومش بس اللبس، ايه تاني اتغير في حياتك؟ كل حاجه اتغيرت في حياتي. وصغرتي، انت مش باين عليكي خالص 57. انا 57. مش ممكن، يعني مش ممكن اقول ان دي ست داخله على 60، لا يمكن. يعني يمكن اللبس وبرضه هقول لك حاجه، الروح. يعني الواحد لما بيبقى مبسوط بتبقى انا هقول لحضرتك حاجه، انا معايا حد اصغر مني وادخل مني، يعني هي كانت، يعني هي دلوقتي تقولي مثلا جايبه نفس الوزن 115. اه وبان اكبر منك طبعا. طبعا بيقولوا ان دي بنتها. والله. هي بتزعل. طب وما فكرتش انها تخس؟ ما هي قاعده تاكل وقاعده، مش عايزه تكرر. لا مش عايزه اكرر. بس عايزه اقول لك حاجه، الميزه في الفريق الطبي ده ان انت بتاكلي كل اللي انت عايزاه برضه. لا دلوقتي باكل كل حاجه. انا ثبت وباكل كل حاجه. يعني قصدي اقول ان مفيش حرمان جامد قوي. لا 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 باكل كل حاجه. عشان احنا داخلين على رمضان دلوقتي، يقول لك هو في حد يجي قبل رمضان يعمل رجيم؟ ما انت هتاكل كل حاجه، بس هتاكل بكميات ومش هيبقى نفسك تاكل. هي اصلا البطن بتقفل بالظبط. هتقفلوا البطن. بحاول اقنع الناس والله ان الصيام المتقطع ده من احسن الرجيمات. يعني اللي ربنا كتبه لنا ده، كتب لنا حاجه فعلا فعلا تخلينا نخس. لو احنا قبل رمضان باسبوعين بس معدتنا قفلت هنخش رمضان هنخس خسيه فظيعه. طبعا. طب وبتاكلي حلويات؟ باكل حلويات. وبتاكلي حلويات الصبح واكله كنافه بالقشطه. كنافه بالقشطه؟ يا بختك. باكل، ما فيش، ما هو انا خلاص وقفت على كده. انا وقفت على كده خلاص، زي اللي عملت تكميم بالظبط. ما انا وقفت على كده خلاص. طيب يعني برايا انا، تنصحي فعلا الناس ان هم يكلموا الفريق الطبي؟ يعني بنصحهم بصراحه. يستحقوا يعني؟ لا يستحقوا. حد فيهم اثر معاكي؟ لا كانوا بيتابعوني كل اسبوع. في حاجه فيكي تعبانه، عندك امساك، شعرك في حاجه، ضوافرك فيها حاجه، اقول لهم لا الحمد لله. يعني حتى بيتاكدوا ان صحتك والفيتامينز وكده ما قلتش. عندك صداع من حاجه، من امساك كده، لا اقول لهم لا بصراحه. كانوا متابعيني باستمرار. طيب انا مبسوطه ان انت عملتي لنفسك حياه جديده، وبحييكي ان في السن ده، انا بقول لك انك كبيره، انا على فكره داخله على 50 برضو، بس قصدي اقول ان ما قلتيش مثلا ما خلاص بقى السنين ضاعت وبتاع، انا اقعد اكل بقيه حياتي، والواحد مش هيعيش غير مره واحده والحاجات دي. اربع يعني ولا اعمل ايه؟ مش هتعرفي تتحركي صح؟ لا خلاص مش هقدر.
كان عندك الوعي الكفايه انك تلحقي اه قبل ما تبقي فعلا مش عارفه تتحركي. هو فعلا ما كنتش هقدر اتحرك بعد كده تاني، لو اتخنت اكتر من كده تاني مش هعرف اتحرك خلاص بقى. خلاص. بس الحمد لله اتصلت والحمد لله والله. مبروك. الله يبارك فيكي. هم طريقتك بشكرك. بصراحه ربنا كويسين جدا. ميرسي يا حبيبتي.